اللي احنا شفناه دي كانت تصريحات كارلو انشيلوتي قبل مواجهه الهلال في نهائي كاس العالم للانديه. استكمالا للتصريحات اللي موجوده معانا، قال كارلو انشيلوتي بعد ما وجه ليه سؤال عن اقامه ريال مدريد، قال حاجه مهمه جدا. قال: انا بتمنى التتويج على ارض المغرب، العاصمه المغربيه مدينه جميله جدا، وجوده التجهيزات ومرافق التدريب الموضوعه تستحق الاشاده. دي تصريحات كارلو انشيلوتي قبل مواجهه الهلال، وده استكمالا القصه اللي قلناها من شويه على بيريز وعلى ريال مدريد وكيف تستقطب الجمهور المغربي. ده كلام انشيلوتي. كلام انشيلوتي يقودنا بقى للحديث عن اللي هو قاله عن المرافق الموضوعه في المغرب التي كانت جاهزه لاستقبال كارلو انشيلوتي وريال مدريد ولاستقبال العالم كله بشكل عام. فتعالوا نشوف القصه تفصيليا. البدايه كانت انه استعداد المغرب لكاس العالم، كاس العالم مش للانديه بس، كان هناك خطه موضوعه في الناحيه الثانيه انه ازاي البلد دي تبدا تقوم في مساله البنيه التحتيه بخلاف مجمع محمد السادس اللي جاي له بعد شويه. لكن ازاي البلد دي تقوم؟ فتعالوا نبص مع بعض ونشوف تفاصيل شديده الاهميه بالنسبه لكل الجماهير المغربيه ولكل الجمهور العربي اللي عايز يتعلم من المغرب. نبص مع بعض. قبل المونديال تم رصد 65 مليون دولار لتطوير ملعب الامير مولاي عبد الله. الحكومه حددت 23 مليون دولار لاصلاح مرافق ملعب الرباط في ميزانيه السنه دي، و42 300 الف دولار لحدود سنه 2024. كل ده ليه؟ علشان احتضان نهائيات كاس الامم الافريقيه 2025 الجايه، هي المهمه جدا. الشركه المكلفه باصلاحات المجمع الرياضي بالرباط قفلت الموضوع كليا، اغلقت الملعب والمجمع بالكامل. ليه بقى؟ بص على الفقره اللي تحت. الاصلاحات تشمل البوابات المخصصه للتذاكر الالكترونيه بجانب العديد من التجهيزات المتطوره. اولها ايه؟ كاميرات المراقبه الحديثه اللي قادره تمسح محيط الملعب واشعار رجال الامن باي تحركات غير طبيعيه من قبل الجماهير في اطار المقاربه الاستباقيه لمكافحه الشغب. اوبا، هنا الكلام يحلو. ليه؟ لانك مش بس بتقوم بنيه تحتيه، انت هنا قفلت مجمع علشان تقدر تحدد عنصر الامن والامان بدقه. لا عندك مشكله ان حد في الجمهور يعمل حاجه، ان حد يشتم حد، كله متراقب وكله هيتجاب. كله هيتجاب. فطورت بنيه تحتيه ودفعت فلوس، ثم جهزت كاميراتك واجهزتك الامنيه على اعلى مستوى علشان الامور تبقى جاهزه بنسبه 100%. نخش بقى على اللي بعديه. موقع افريكا فانز زون كان بيتكلم على مشروع مغربي ما كانش موجود في الخطه قبل كاس العالم. اللي فات ده كله كان قبل كاس العالم، لكن اللي جايه دي بعد النجاح المذهل للمغرب في كاس العالم اللي كان موجود وتحقيق مركز ما كانش المغاربه يحلموا بيه، وبالتالي دي نقطه مهمه جدا جدا. نبص مع بعض. المغرب بتستعد لتجسيد مشروع الملعب الكبير بمدينة الدار البيضاء بسعة 93 ألف مشجع في عام 2025. كان في أسباب تقنية وعقارية أدت أن الملعب ده ما يظهرش للنور، لكن كان هناك اتفاق أخيرا على إطلاق المشروع واستكمال الملعب ليكون المعقل الجديد للمنتخب المغربي في قادم المواعيد. فانت عملت بنيه تحتيه وظبطت امورك الامنيه تمام، والثالثه انك عملت ملعب يحتضن مباريات المنتخب المغربي، فانت كده جاهز لاي حاجه في الدنيا. نروح بقى للحته اللي تذهل العالم، وده اللي اتكلمنا عنه كتير جدا جدا، وهو مجمع محمد السادس. وكاله الانباء الاسبانيه امبارح راحت بكاميرات خاصه الى مجمع محمد السادس علشان تعمل تقرير خاص انه ليه الناس كلها شايفه ان المكان ده هو افضل مكان في العالم، والناس بتقول ايه عليه. فتعالوا نشوف اللي توصلوا له في هذه القصه. يلا بينا. لقاء خاص مع حسن الخربوش مدير مجمع محمد السادس. بيقول ايه؟ بيقول ان انا عارف كلير فونتين ده المركز الوطني لكرة القدم الفرنسية، هي اكاديمية كبيرة جدا جدا، واحدة من افضل المراكز في العالم، والمكان ده يا جماعة طلع كل نجوم الكرة الفرنسية على مر التاريخ.
كلير فونتين واحد من اهم المراكز الموجوده على مستوى العالم. بيضيف على ده بيقول احنا عندنا اكثر حداثه تكنولوجيه، مش من قبيل المصادفه ان ريال مدريد موجود هنا. احنا عندنا بنيه تحتيه استثنائيه. قد تكون التصريحات دي تصريحات شويه شهادتها مجروحه، لان الراجل ده هو مدير المجمع، فوكاله الانباء الاسبانيه بتعمل التقرير راحت لحد شهادته مش مجروحه. الحديث كان بعد كده مع وحيد خليلوزيتش المدير الفني السابق للمنتخب المغربي اللي قاد المغرب لكأس العالم لكنه لم يشارك، وكان بيتكلم إلى شبكة سوفوت الفرنسية وبيقول صحيح إن كلير فونتين في فرنسا واحدة من أهم المراكز على مستوى العالم، لكني لما وصلت للمغرب اتفرجت على المركز ده وهو مذهل بكل ما تحمله الكلمة من معنى. قال الملاعب، الفريق الطبي، المسبح، المطعم أفضل ب5 مرات من كلير فونتين. يعني الراجل نفسه اتكلم على المركز ده انه افضل بكتير من اعظم مركز موجود في اوروبا. ادي الثانيه. الثالثه بقى انه الرجراجي كان في زياره كارلو انشيلوتي اثناء وجوده مع ريال مدريد، وتبادلوا الحديث والكلمات الجميله وكل هذه الامور. والرجراجي كان واحد من الناس اللي بتستمتع بالتواجد في هذا المجمع. التقرير في اخر فقره كان بيوصف المشهد، يعني اللي موجود جوه المجمع ده بيحس بايه. فتعالوا نشوف اخر فقره كانت موجوده في هذا التقرير في الحديث بقى عن الحياه بشكل عام. نبص مع بعض. على بعد امتار قليله الفقره الثانيه من كارلو انشيلوتي ومن الرجراجي لا يمكن سماع سوى زقزقه الطيور، صيحات الديوك في الازقه الخضراء، حتى صناديق القمامه مجهزه بشواحن الذاكره المحموله USB وأجهزة استشعار للطاقة الشمسية. لا يمكن أن تكون الأجواء أكثر هدوءا في ضواحي غابة المعمورة التي تعتبر أكبر غابة بلوط الفلين في العالم. وكالة الأنباء الإسبانية عملت تقرير عن هذا الأمر، والحقيقة أن الكلام ده هو مدعاة للفخر أكتر أنه المغرب مش بس على الصعيد الإفريقي بل أنه على الصعيد العالمي قدرت تعمل حاجة يرفع ليها القبعة. فربنا يديم نجاحات المغرب سواء من حيث التنظيم أو من حيث الإبهار الخاص بالعالم كله. بعد الفاصل عندنا كلام كتير، كلام عن الأهلي وريال مدريد، كلام عن كريستيانو رونالدو وعن صرخة النصر التي حدثت في الدوري السعودي، كمان عن ليو ميسي بعد الرعب اللي انتهب جماهير باريس سان جيرمان بعد ما ميسي بدا مصابا وبشدة في مباراة الكاس التي ودعها باريس سان جيرمان قدام مارسيليا.